تخيل جهاز صغير يخليك تتنفس وانت نايم ممكن ينقذ حياتك. بس السؤال، من وين بدأ كل هذا؟ قبل اختراع أجهزة السيباب كان في ناس يعانون من توقف التنفس أثناء النوم بدون أي حل حقيقي. كانوا يصحون تعبانين مرهقين. بس في الثمانينات دكتور استرالي اسمه كولين سوليفان قرر يغير هذا الواقع، وكان عنده فكرة بسيطة لكنها عبقرية. ليش ما نستخدم ضغط هواء خفيف عشان نخلي مجرى التنفس مفتوح أثناء النوم؟ أول جهاز سباب ما كان شكله زي اليوم أبدا. كان عبارة عن جهاز بدائي مصنوع من قطع بسيطة ومروحة وأنبوب، لكن النتيجة المريض نام وتنفس بشكل طبيعي لأول مرة. اليوم جهاز سيباب ساعد ملايين الناس حول العالم ينامون بشكل أفضل ويحمون أنفسهم من مشاكل خطيرة مثل أمراض القلب والضغط. تابعنا لمعرفة كل ما يخص حلول النوم الصحي وأحدث الأجهزة. شكرا.